من منطقة سلطان غازي بولاية اسطنبول. هون تعرض أحد السوريين لديه ورشة أحذية يعمل فيها لأضرار مادية كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة اللي ضربت ولاية اسطنبول، ومناطق متفرقة تعرضت لفيضانات باليومين الماضيين. مثل ما شايفين هون ورشة فيها ماكينات، كان فيها أقمشة، كان فيها بضاعة، لكن للأسف كلها تعرضت للكب، تعرضت للتلف. حتى هون بعد يومين تقريبا كلهم فيهم مي، ما بيعرف شغالين عاطلين، ولحد الآن ما حدا خبره ولا حدا قال له شو تعرض للخسارة، قديش القيمة، نساعدك. لكن اللي بيعرفه ما فينه يشتغل ولا فينه يكمل، لأني ما ضل عنده لا ماكينات صالحة للعمل ولا ضل عنده قماش حتى. رح نشوف هلأ الأخ سالم حتى يحكي لنا عن التفاصيل اللي صارت معه وشو حاول ينقذ وشو الخسائر اللي صارت له. أخ سالم، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. انت كيفك؟ بداية الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويحفظك. شو صار معكم هون؟ هون اول ما بلشت نزلت المطر طلعنا نغطي السيارة انا واخواتي، مجرد ما غطيناها ما في خلال 3 دقائق الورشة كلها تملت. حاولنا نسكر الباب، هو راح يتسكر الباب، نسيانين الجوالات، نسيانين مفتاح السيارة، نسيانين كل شيء جوا. لسه شي فتحنا الباب فتنا راح ناخذ المفتاح والجوال، الورشة كلها غرت والباب ما بقى يتسكر، وايدينا تربطت. صرنا نصرخ لهون واولاد عمي وقرايبيني، الله يكتر خيرهم اجوا ساعدونا كلهم. وبعد اتصلت في معارفي وقرايبيني كلهم الله يكتر خيرهم ويحفظهم، كلهم اجوا ساعدونا. ضلينا من الصبح للساعة 10 بالليل ونحن عم ننظف. ايه والحمد لله. قديش كانت مساحة المي اللي هون كانت؟ تقريبا متر وربع. متر وربع. اصبح المي غطت الماكينات كلها. الاقمشه. لا انا ما شايف اقمشه ولا شايف احذيه. كلهم كبيتهم، والله عندي مقاطع فيديو لهم كلهم كبيتهم. ايه. خسارتك هلا قديش تقدر تقريبا؟ يعني تقريبا بحدود ال 100,000. بحدود 100,000. هلا حتى لو صلحت او حتى لو هلا اللي فهمته انه عندك ما في كهرباء. لا ما هي شغاله. ليش؟ عم نخاف نشغلها لانه المي وصلت لقلب الفيش لجوا ووصلت لقلب الماكينات، عم نخاف نشغلها يصير شيء. اللي فهمته منك هيدي الورشه كانت عم تشغل ما يقارب 25 صانع. نعم. هلا حاليا كلهم قاعدين بالبيت؟ قاعدين بالبيت. طيب متى فكرت تبلش شغلك؟ 2 3 لوقت ما اصلح الماكينات ان شاء الله رب العالمين. عندك القدره الماديه انه تصلح مثلا؟ والله بكذب عليك اذا بقول لك فيه، رح ابيع قسم ومشان اصلح بالقسم الثاني واشتغل فيه. قديش لك عم تشتغل هون؟ صار لي انا بالمصلحه هون بتركيا فاتح معمل 9 سنين، بس بهي الورشه صار لي تقريبا 1.5 سنة. الفيضان او الامطار وقت اللي صارت توقعت يصير فيك معك هيك؟ لا ابدا ابدا. سبحان الله. هلا شايف انا وراي هون ماكينات ضخمه، ماكينات كبيره، هي لشو؟ هاي لصناعة الشد بالأحذية، هون قسم التفصيل هون قسم الشد. راح أبيع قسم الشد كرمال أساوي هذا التفصيل وأشتغل فيه أنا وأخواتي ونكمل. شفت حدا من المنظمات أو الدولة أو الجمعيات أو حدا إنه يساعدك بهذا الموضوع إنه خسارة؟ لا والله. أنت عندك هون فهمت منك فيرجي؟ إيه عندي فيرجي. أمورك نظامية. إيه. وإذن عمل صار لي مقدم عليه أخوي 7 أشهر لهلا ما طلع، ما بيعطى. هلا خسارتك كبيرة مثل ما شايف أنا هون. حتى فرجتني شغلة خلينا نشوفها، إنه هيدي قلت لي هي الطاولة هون ما كان فيها شيء هيك. لا حتى هاي كمان ما كانت هيك، هاي من المي كلها تكسرت من هون. يعني مو بس إنه مثلا ماكينة تعرضت للتلف، حتى الخشب من قوة المي هيك صار. ايه هيك تماما. حتى تضررت في البريس هذاك يعني البريس هذا اهم قطعة عندي كمان كله تضررت فيه. نشوفه؟ تفضل. شو اسمه هذا الجهاز؟ اسمه بريس بالعربي، بالتركي كيسماك ماكينة. هذا من هون كله قلبه الكهرباء. هاي الكهرباء كلها ضلينا عم ننظفها ونمسحها. وجوا قرايبيني الله يكتر خيرهم ساعدوني. قديش تكلفة هيك ماكينة سعرها؟ هي حقها تقريبا 250,000. 250,000. ايه. يعني هي أهم قطعة بكل المعمل عندي. كلها تعرضت للمي والميتور كله من هون صدى، زبينا عليك هون اتفرج. كله صدى. حتى لو ما صدى يعني بما انه دخلت مي هون خلص يعني كلها لوحة كهرباء. هذا كله يعني خبر يمكن اذا جتها بتوقف معك الشغل. ايش بدنا نعمل؟ الحمد لله رب العالمين على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل. لمين بنوجه رسالة اخ سالم بهذا الموضوع؟ والله ما بعرف. مين فينا يساعدك بهذا الموضوع مثلا؟
ما اظن حتى حدا، ترجع توقف على رجلك وترجع تشتغل وترجع تقول يا رب. ما حدا فيني يساعدني. انا قلت لك راح ابيع قسم الشد ومشان اصلح قسم التفصيل واضل اقول يا رب وعم اشتغل. اخ سالم مفكر تضل هون بهذا المكان؟ لا لا. هلا انا تركت خبر عند اصدقائي بدي اطلع من هذا المكان اذا لاقوا لي، بس حتى الله لو لاقوا لي بدي يلاقوا لي بمكان اجاره 20,000 30,000، يعني ما ضل شيء رخيص. قد ايه صار لكم بهذا المكان؟ سنه و8 اشهر، سنه ونص تقريبا. هذا يمكن اول نزلة مطر بيصير فيك هيك. نزلت مره مطر بس ما نزل كل هالشيء، نزل شيء بسيط يعني راسا لحقنا. ما اثر عليك؟ لا 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 ما لكن أثر. هيدي فينا نقول خربت البيت. خربت البيت وخربت كل شيء، بس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. قدر الله ما شاء فعل. جماعة الخير مثل ما شفتوا هذا اللي صار مع الأخ سالم. فرسالتنا للجهات للمنظمات للجمعيات لأي حدا فينه يساعده ماديا يوقف على رجله حتى يكمل. هيدي الورشة بسلطان غازي بولاية اسطنبول كانت عم تعيل ما يقارب 25 صانع. هلا حاليا 25 صانع قاعدين بالبيت، بغض النظر انه قاعدين بالبيت لحتى توقف هيدي الورشة على رجليها لحتى سالم يقدر يرجع يكمل شغله بدهم ما يقارب 100,000 تركي. 100,000 تركي شخص فينه شخص واحد لحاله ما فينه يأمنه ولا فينه يساعده. فإذا في أي حدا فينه يقول له أبشر يا سالم نوقف معك، ما حدا يقصر، رح نترك لكم رقمه ضمن التعليقات تتواصلوا معه، وإن شاء الله أهل الخير ما بيقصروا معك بهذا الموضوع. ان شاء الله رب العالمين ان شاء الحمد الله. لله على سلامتك مرة. الله يسلمك ويكتر خيركم ويكتر خير اللي ساعدنا. الله يبارك فيك.